السلام عليكم، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير ونبداو الفيديو ديالنا. كان قال لينا ما واقع والو كلشي مزيان، قلنا ليه بلي راه شويه دابا راه نعسات. صافي الوالده قالت لي انا وخويا الصغير سيروا تنعسوا، لكن قررنا اننا وخويا الصغير ما نعسوش معاها. نعسنا انا وياه في الصاله حيت ما خاصنيش نشوف شي حاجه اللي غادي تخليني فايق وانا قاري غدا مع 8 ديال الصباح. المهم نعسنا حتى حسيت بالوالده كتفيقني مع 8. صافي فطرت ولبست حوايجي ومشيت للمدرسه. تلاقيت مع صحابي نساوني شويه، كنضحكوا كنشطوا، كانت عندنا الرياضه من 10 ل 12. لعبنا شويه كره. المهم بدلت داك الروتين ديال الدار. صافي مع 12 رجعت بحالي كالعاده، شديت الطاكسي ومشيت بحالي وصلت للدار. لكن هذه المره هذه ما دخلتش من الباب ديال الدار، دخلت من الكراج حيت الباب ديال الدار لقيته مسدود من الداخل. المهم دخلت من الباب ديال الكراج، ما تصوروش شنو لقيت بلي الحيوطه ديال الكراج كلهم مرسومين بشي وجوه، والله ما تقدرش تشوف فيهم مزيان، مرسومين بالفحم حيت الحيط بيض. انا في ديك اللحظه جاني واحد الخوف غريب، وليت داكشي اللي كنت كنقول باللي هما بحالنا بديت كنشوف وكنهلوس بزاف ديال الامور اللي ما خاصنيش نديرها كاع، وبديت كنحس باللي داكشي اللي قدامي بدا كيكبر عليا. كنقول في نفسي اذا بقيت هكا نقدر نتسطى. المهم طلعت في الدروج بشي 120 كيلومتر في الساعه بالزربه. فتحت الباب كنلقى خالتي اللي مضروبه والوالده جالسين كيفطروا، وهي تقول لي يا خالتي اهلا اشرف جيتي، كي جاك الرسم ديالي في الكراج زوين؟ حيت هي اصلا كانت في معهد ديال الفنون الجميله وكترسم مزيان. قلت لها ما عندي ما يتسالك، كترسمي مزيان وتكمشت بحالي في بيتي. الوالده كانت ما شافتش داكشي حيت شافت ليها في وجهها الاستغراب كاين باين عليها. المهم دخلت لبيتي وبدلت عليا وشعلت البلاي باش نلعب شويه، وهي تدخل خالتي قالت لي دير ديك اللعبه ديال ريزيدنت ايفل حيت كتشوفني كنلعبها بزاف. قلت لها لا ناوي نلعب شويه ديال الكره. قالت لي لا دير هذه. انا مزدتش معها الهضره ودرتها وكنلعب بها وانا فيه واحد الخوف اللي هو بزاف، وهي كتضحك والملامح ديال وجهها مبدلين. كنحس باللي ماشي خالتي اللي جالسه حدايا شويه، وانا نسمع الصوت ديال لونتيرفون. ارتحيت شويه، فتحت الوالده الباب وكنسمع الكلام في الدروج، صوت خالي وشي واحد معاه. دخلوا علينا كنشوف خالي ومعاه واحد الراجل عنده واحد اللحيه كبيره صابغه بالحنه، وجهه مهيب. هي شافته بدات كتقول لي خرج عليا خرج عليا، هذا لا هذا لا، ما تسوقوش ليها. قال لي يا ولدي انت خرج من البيت. هو يدخل هو وخالي وسدوا الباب والشراجم، مشى قاصدها كيقرا عليها القران بالجهد وهي كتغوت، وواحد الصوت عندها والله الاخوان ما تقدروش تسمعوه، ما نقدرش نوصفه لكم، بحال داكشي ديال الافلام. المهم كيقرا في القران بالجهد وانا جالس مور الباب كنسمع، وصافي شويه كنسمع الصوت ديال الضرب بدا كيضرب بواحد الصمته، وديك الصوت كيقول ليه انا غادي نخرج غير ما تضربش. كيقول ليه ويلاه الا بغيتي تخرج هي دابا. يقول ليه الاخر والله ضربتيني ما نخرج. وداك الشيخ كيعطيه عاود عاوتاني كيقرا عليه القران. المهم بداو كيصارعوا شي مده ديال ساعه هكاك حتى كنسمعوا داك الجن كيقول واخا انا غادي نخرج. صافي صافي الله يرحم ليك الوالدين، بارك ما تضرب. ولا عجبكم الفيديو ما تنساوش خلي معكم واحد سبسكرايب ولايك ومتابعه للقناه وتهلاو.